اعملوا زي ما انا عملت من فترة كده، والحمد لله كنت تعبانة وكنت محتاجة اجيب دواء ضروري، لان جات لي الانتكاسة بتاعت التعب بتاعي وما كانش معايا ولا مليم، وكنت قاعدة في مكان يعني بعيد عن بابا وماما، بيت بابا وماما، بس الفرق بيننا وبين بعض تلت ساعة، بس ما كنتش ينفع اتصل بيهم واخوفهم عليا واقول لهم تعالوا جيبوا لي الدواء وكده. فكان عندي اهم حاجه ساعتها، ما يهمش معيش فلوس للاكل وكده، المهم اهم حاجه عندي ان انا اجيب الدواء بتاعي. فلقيت نفسي كده مره واحده بقول ايه، يلا يا غدا توكلي على الله، انزلي جيبي الدواء. اللي هو انا معيش فلوس وما عنديش حد استلف منه وما عنديش اي حاجه، بس انا نازله متوكله على الله ان انا اجيب العلاج بتاعي. لبست وبعدين فتحت الدرج عندي كده، كان في عندي درج كده، لقيت فيه محفظه قديمه، خدتها ونزلت ماشيه في الطريق. انا مش عارفه، جات لي حاجات ساعتها في دماغي ان انا اروح في صيدليه بعيده، مع ان انا مش هستلف من الصيدليه حاجه ولا هاخد دواء كده ببلاش، بس انا عايزه اروح في صيدليه في مكان بعيد، الصيدليه دي محدش يعرفني فيها كده وخلاص، ويكون اللي في الصيدليه بنوته، يعني الصيدليه تكون بنوته مش صيدلي راجل. اخدتني رجلي وانا مش عارفه انا بقول ايه، انا رايحه اجيب العلاج بتاعي لاني تعبانه جدا، ومش يعني بقول لكم الاكل مش مشكله، المهم العلاج اخده ضروري. مشيت بعيد، رجلي خدتني في حته بعيده، وفين لقيت صيدليه، وببص كده لقيت فيها بنوته. دخلت وقلت لها السلام عليكم، لو سمحتي عايزه الدواء الفلاني. قالت لي اه تمام اهو اتفضلي. بكام؟ قالت لي بكذا. المهم انا ايه يعني، معيش فلوس، معيش فلوس، بس انا مش عارفه هعمل ايه. هو اللي نزل عليا ساعتها ان انا مسكت المحفظه القديمه اللي هي انا خدتها وانا نازله، قديمه قوي، بتاعتي من زمان، من ايام ما انا كنت بنوته كده في الكليه. وفتحتها. عارفين اللي اسمها بوك عندنا بالمصري يعني، بتلاقي كده المحفظه لما بتفتحها فيها مكان كده شفاف بيتحط فيه البطاقه، كارنيه الكليه، دلوقتي بيتحط فيه الفيز، ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ربنا يزيد الجميع. ففتحتها فلقيت ورا الكارنيه دوت اللي هو الحته الشفافه حاجه مكلكعه، فبمد ايدي كده لقيت المكلكع ده فلوس. آه، قلت لها الفلوس اهي، الفلوس اهي، اهي الفلوس، هاتي الدواء هاتي الدواء. طبعا انا ما اعرفش هي رد فعلها ايه، هي مستغربه يعني من طريقتي وانا بديها الفلوس، ولا عادي ده ثمن الدواء يعني ايه الفلوس اهي. واخدت الفلوس، عطيتها الفلوس واخدت الدواء ومشيت. وانا ماشيه بقى في الشارع بكلم نفسي بقول هو انتي كانت الاسباب كلها مقطوعه عندك والطرق كلها مسدوده والابواب كلها مقفوله، بس انتي قلتي حاجه كده، قلت حاجه، قلت ايه، قلت توكلي على الله وانزلي جيبي الدواء، انا مش قادره استحمل من التعب. فلقيت نفسي بعديها الحمد لله رب العالمين بقول لنفسي انتي التجأتي الى الله، كان عندك يقين وانتي نازله، عشان كده ربنا خلى ان انا اخد محفظه قديمه ديت. المحفظه دي من ايام بابا، ما انا كان بيديني مصروف وانا بنت، الحمد لله. كان يعني بابا ساعتها كان عايش، دلوقتي الله يرحمه ويرحم كل الاباء الحنينين على اولادهم، وده باقي كان من مصروفي. ف ايه اليقين ده، ايه التوكل على الله ده، اعملوا زي لما تتسد خالص، لما تتقفل خلوا اليقين عندكم وتكونوا متأكدين ان ربنا هيقف جنبكم، حتى لو كله اتقفل، كله اتقفل. يعني انا فعلا والله العظيم ما كانش معايا ولا مليم، فعلا كنت محتاجة للعلاج ساعتها، فعلا ما كانش يهمني اكل ولا شرب، كان يهمني ان انا ارتاح من الوجع ساعتها. فعلا انا وانا نازلة قلت توكلت على الله، هجيب الدواء لنفسي. جيبوا دواكم لنفسكم، توكلوا على الله، جيبوا كل حاجة لنفسكم، بس بالتوكل على الله الابواب كلها هتتفتح، وكل حاجة مسدودة هتلاقوها اتفتحت قدامكم طالما توكلتوا على الله. حتى لو ما كانش معاكم اي حاجة تدل على انكم هتنتصروا او هتوصلوا، بس توكلوا على الله وخلوا عندكم يقين في الله. انا غادة اتمنى لكم السعادة، اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.